القصة بتبدأ في مدينة صينية. ست بتولد طفل عنده قرن صغير فوق دماغه وبتسميه تشا الأزرق، يعني طفل غريب أو بلو تشان. أبو بلو تشان كان راجل أعمال غني، بس ما كانش بيهتم بمراته ولا بابنه. حتى بعد ما اتولد فضلت تصرف على نفسها وعلى ابنها، وما كانش قدامها حل غير إنها تسرق من جوزها عشان تأكل نفسها وطفلها. وفي يوم من الأيام وهو بيلعب في الزواق مع شوية عيال، جه واحد فنان بيعمل عروض في الشارع علشان يسلي الأطفال. بس في اللحظة دي شوية عيال شياطين حاولوا ياخدوا أكل بلو تشان، ولما هو دافع عن نفسه حصل خناقه، وواحد من العيال ضربه على قرنه الصغير فوق دماغه فوقع مغمى عليه. بعد شويه قام بلو تشان وضرب العيال اللي اعتدوا عليه بضربات متقنه، وده خلى الفنان اللي كان بيستعرض واسمه المعلم شياو يندهش لانه شاف بلو بيقلد الحركات اللي هو عملها من غير ما يتعلمها. بس بعد كده نزف من مناخيره ووقع تاني. المعلم شياو انبهر بموهبته وقرر يتابعه. لما بلو رجع البيت اكتشف ان ابوه طرد امه من البيت علشان سرقت منه، وكانت حالتها الصحيه صعبه جدا. جه المعلم شياو وعرض على الام انه ياخد بلو ويدربه على كونج فو. كانت قلقانه على ابنها لكن وافقت في الاخر قبل ما تموت. بعد 18 سنه بلو تشان بقى محارب كونج فو جامد، وبيقاتل جنب المعلم شياو ضد عدو قوي اسمه ايراش. شياو كان بيعتمد على بلو اكتر من اي حد، وفي معركه حاسمه شياو لاحظ ان جيش العدو ضخم جدا، فامر الرجاله يضربوا قرن بلو علشان يحركوا القوه الغريبه اللي جواه. فعلا لما ضربوا القرن بلو تحول لمحارب خارق ودمر جيش العدو، بس بعدها وقع من التعب. خدوه الناس على القاعده وبعتوا له معالج اسمه المعلم دونج تين. لما فاق دونج حذره من ان اي حد يلمس قرنه، ونصحه يتعلم اسلوب شان كونج فو اللي بيربط العقل بالروح. المعلم شياو لما عرف اتضايق واتخانق مع دونج وتحدوه في نزال علشان يشوفوا مين فيهم المعلم الحقيقي. اثناء القتال دونج خد اليد العليا وذل شياو قدام رجالته. وفي نفس الليله العدو هجم فجاه وولع في المعسكر، وبلو تشان صح على الفوضى. مات محاربين كتير منهم المعلم دونج اللي قبل ما يموت قال له يروح يدور على معلم اسمه تشا في قريه بعيده، هو الوحيد اللي يعرف يعلمه الاسلوب النادر ده. بعد موت المعلم دونج بلو تشان شد الرحال وبدا رحلته يدور على القريه اللي فيها المعلم تشا، وواجه صعوبات كتير في الطريق بس في الاخر قدر يوصل للقريه. اول ما دخلها الناس هناك ما عملوهوش كويس ورفضوا يتكلموا معاه، وقالوا له بوضوح ممنوع على الغرباء يتعلموا تشان كونج فو. وهو بيتمشى هناك خبطته عربيه كبيره وخرجت منها بنت اسمها يانج عشان تساعده. كانت جميله جدا، وبلو تشان اول ما شافها قلبه دق. يانج كانت مع شاب اسمه فونج شكله مختلف عن باقي القرويين، وراجع من اوروبا بعد ما خلص دراسته هناك. لما بلو سأل عن يانج واحد من القرويين قال له انها بنت المعلم تشا، فقرر يتبعها لكن ما قدرش يوصل ليها قبل ما تدخل بيتها. في نفس الليله القرويين عملوا اجتماع خاص استضافته يانج، وكانت عايزه توريهم اختراع فونج اللي جابه من اوروبا. فونج اقترح يبنوا خط سكه حديد يساعدهم على التنقل، ووراهم كمان مصباح كهربائي اخترعه. لكن حاجه غلط حصلت في العرض والقرويين ضحكوا عليه وسخروا منه فسابهم ومشي وهو متضايق. تاني يوم بلو تشان راح تاني ليانج وسألها عن المعلم تشا، قالت له ما ينفعش حد من بره يتعلم تشان كونج فو. بلو اتضايق وفجأة لقاها بتهاجمه بمهارات كونج فو جامدة جدا وغلبته بسهولة، وخلت القرويين يطردوه لو حاول يدخل تاني. بس بلو ما استسلمش وفضل يحاول يدخل القرية كذا مرة، وكل مرة القرويين كانوا بيضربوه ضرب جامد. وفي الآخر راجل عجوز أنقذه وعالجه وقال له مفيش حد غريب يتعلم الفن المقدس ده قبل كده، الأحسن تسيب القرية وتمشي. وفي الوقت ده فونج كان متعصب جدا بسبب الإهانات اللي أخدها من القرويين، وراح للحاكم يشتكي إنهم بيرفضوا يبنوا السكة الحديدية بتاعته. في نفس الوقت ست جاية من أوروبا اسمها سي وصلت، وكانت مستثمرة كبيرة وعرضت على الحاكم إنها تساعد في المشروع ده، وقالت له إنها معاها آلة ضخمة تقدر تمد القضبان بسهولة. بعد شوية بلو تشان واجه يانج تاني بس اتغلب برضه. بعدها يانج قالت للقرويين إن لو شافوه تاني يضربوه، ورغم كده فضل بلو مصر إنه يدخل القرية ويتحمل الضرب في كل مرة، وكل يوم كان بيتدرب لوحده على الحركات اللي شافها. لحد ما في يوم الراجل العجوز شافه وهو بيتدرب وقال له لو عايز تغلبهم لازم تستخدم حركاتهم ضدهم. وفعلا رجع بلو للقرية وتحدى واحد بيبيع التوفو في نزال، والراجل قال له لو خلتني اوقع التوفو اللي في ايدي تبقى كسبت. بلو استخدم حركاته عليه وفاز. يانج كانت بتتفرج من بعيد وانبهرت باصراره وتعبه. بعد النزال راح بلو للراجل العجوز لكنه كان منهك جدا من القتال ونزف من مناخيره ووقع. في الوقت ده فونج رجع للقرية معاه سي وفارقها، وجابوا معاهم آلة السكة الحديدية الضخمة وبدأوا يهدموا بيوت القرية علشان يحطوا القضبان. وكان معاه امر من الحاكم ان كل القرويين لازم يفضوا القرية خلال 6 ايام. يانج جرت على رئيس القرية وقالت له احنا هنعمل ايه؟ فرد وقال مفيش امل غير في شخص واحد بس. ولما سألته مين قال لها مستر تشا، لكنه اختفى من زمان. بالليل يانج بدأت تدور على اي دليل يخص ابوها، وفي الوقت ده
شافت فونج بيقول لكلير انه بيحبها، فزعلت جدا لكن ما استسلمتش وقررت تسرق دليل التعليمات بتاع آلة السكة الحديد. في نفس الوقت بلو تشان صحى في بيت الراجل العجوز، والراجل قال له ان القرية في خطر ولازم يدمر الآلة، ولو قدر الكرويين هيعتبروه بطل وهيسمحوا له يتعلم الاسلوب المقدس. وبدافع من كلامه دخل بلو المستودع اللي فيه الآلة، لكن ظهر ليه مقاتل اوروبي قوي وبداوا يتقاتلوا. بعد شوية يانج وصلت وساعدته وشاركت معاه في الخطة انهم يخربوا الآلة، لكن فونج وكلير عرفوا بالخطة وجم على المكان. ومع كده يانج عرفت تضغط على الزرار الصح من كتالوج الآلة، وحصل انفجار كبير دمر الآلة وكلير ماتت فيه، ويانج اتصابت وفقدت الوعي. بلو شالها وجري بيها على القرية، والكرويين شافوا شجاعته وشكروه حيوه. وساعتها الراجل العجوز كشف عن حقيقته، هو ما كانش غير مستر تشا نفسه. بلو اتصدم لما عرف انه كان قدامه طول الوقت. بعد ما عرفوا ان الراجل العجوز هو مستر تشا، قال لهم ان فونج مش هيسكت، وانه راجع تاني بجيشه عشان ينتقم لموت كلير، وان الحرب اللي جايه هتكون داميه. فطلب من الكرويين يتحدوا مع بعض ويستعدوا للمعركه. بدأ الكرويين يحضروا نفسهم، ومستر تشا واقف فوق البرج شايف فونج وجيشه وهم داخلين، كل الناس في حاله تأهب، وبلو تشان واقف معاهم مستعد للقتال. المعركة بدأت ويانج حاولت تشتت فونج وتوقعه، لكن هو اتجاهلها وكان كل تركيزه على الانتقام. في اللحظة دي بلو تشان كان بيقاتل بكل قوته جنب الكرويين، وقدر يفكك جيش فونج حتة حتة. وفجأة واحد من جنود فونج وجه سلاحه ناحية يانج، وبلو من غير تفكير استخدم جسمه كدرع وحمى يانج من الرصاصة واتصاب بدلها. المنظر ده ولع قلب مستر تشا، فهاجم بنفسه جيش فونج وبدأ يضرب فيهم من غير أي رحمة. الكرويين اتشجعوا ودخلوا المعركة معاه، وقدروا كلهم يطردوا فونج وجيشه من القرية وخرجوا منتصرين. بعد المعركة خدوا بلو تشان وهو فاقد الوعي وودوه لرئيس القرية. وقتها المعلم تشا قال قدام الجميع ان بلو تشان اتعلم اسلوب تشان كونج فو بس من خلال الملاحظة والتركيز من غير ما حد يدربه عليه. شوية من الكرويين اتهموه انه سرق فنونهم القتالية، بس مستر تشا رفض الكلام ده وقال لهم ان اللي عمله بلو تشان بطولة ما تتنسيش، وقرر يجوزه من يانج. يانج وافقت وبلو تشان بقى رسميا جزء من القرية، واتعمل فرح كبير والكل كان فرحان. من اللحظة دي بقى بلو تشان معروف في القرية كلها على انه جوز بنت المعلم تشا، والكل بقى بيحترمه وبيفتخر بيه. ومن خلال اصراره وصبره وشجاعته قدر بلو تشان يتغلب على كل العقبات ويبقى اعظم مقاتل كونج فو باسلوب تشان اللي محدش قدر عليه غيره. وبتخلص القصة هنا. سلام.